رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى أخوات، لكل متابعين ومحبين وعشاق برنامج رامز جلال. هقدم لكم في الحلقة دي كل التفاصيل وحاجات غريبة ما حدش أخد باله منها في الحلقة التالتة لرامز جلال، حلقة محمد ثروت وأسس، أكتر كوميديانات مشهورة حاليا وموجودة على الساحة. وكالعادة الحلقة جامدة جدا، أنا عاوزك تتابع الحلقة معايا للآخر وهتعرف حاجات كتيرة حصلت في الحلقة دي وما أخدتش بالك منها. بس قبل ما أبدأ الحلقة عاوزك تصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد ويلا بينا. بيقدم رامز جلال الحلقة وبيستظرف على الضيفين كالعادة. بعدها بيوصل محمد ثروت فبيلبس رامز جلال وبينزل علشان يستقبله، وبيكون مختفي في الزرع. والمذيعة بتسأل ثروت عن رأيه لما رامز جلال بقى عاقل وهيعمل برنامج حواري، بس قال لها ده أكيد حوار مجنون، ورامز جلال بيخض. بعدها بياخدوا رامز على الممر اللي فيه كل الأعمال بتاعته وبيطلعوا بالأسانسير السويت بتاع ثروت. بعدها رامز بيقعد معاه وبيشرح له عن أوضة الذكاء الاصطناعي وبيقول له هسألك كام سؤال محرج في الحلقة، ولو مش عاوز تجاوب قول وأنا مش هسألهم لك من دلوقتي. بعدها بيبلغوا رامز جلال إنه أسس قرب يوصل، فبيسيب ثروت مع المذيعة وبيقول له أنا هروح أعمل انترو الحلقة بتاعتك وهرجع لك تاني. وبيوصل أسس وبتسأل المذيعة عن رأيه في البرنامج اللي هيقدمه رامز، فبيقول لها إنه كلمهم قبل ما يجي وحلفوله إن ده برنامج عادي حواري لرامز جلال. فبيخضوا رامز وبيقول له ما تملاش ايدك قوي كده، ده تلميح واضح جدا ان هيحصل مقلق، بس أسس ما خدش باله. وبياخدوا برضو على أوضة الذكاء الاصطناعي وبيعرفوا ايه اللي هيحصل وبيجهزوا عشان المقلب. وبيقفوا هما الاتنين عشان يقولوا كلمة السر وهي الكالون في السيفون. وأول لما بيقولوها بيفتحوا الأرضية من تحتهم، هما الاتنين بيقعوا على الزحليقة في نفس اللحظة وبينزلوا الأوضة السوداء وبيكون فيها رامز جلال. رامز بيسألهم الأول أسئلة وبعد كده بيفتح الباب للكلب، وأسس أول لما بيشوف الكلب بيدخل بيتراقب وبيقول له حيوانات لأ يا رامز. ورامز بيشغل السير من تحتهم وبيخليهم يجروا عشان ما يروحوش للكلب. وأول لما السير بيشتغل ثروت بيقع وبيروح ناحية الكلب، والكلب خلاص بيكون هيعور ثروت ويعضه، بس رامز بيدخل الكلب جوه على طول. ورامز بيشغل السير تاني والمرة دي بيقع أسس وبيروح ناحية الكلب وبرضه هيكون هيتعور وأسس بيكون مرعوب. بعدها رامز بيفتح لهم باب النفق وبيقول لهم يدخلوا، وفعلا بيسمعوا الكلام وبيدخلوا النفق بتاع رامز. ولما بيطلعوا الأوضة اللي بعدها بينزل عليهم التمساح، وأسس أول لما بيشوفوا بيكون مرعوب وبيرملهم سبراي يرشوه على شعرهم
عشان يغير لون شعرهم. بعدها بيدخلوا على الكوبري وبيقعدوا، ورامز بيقفل المخرج علشان محدش يخرج منهم تاني، وبيطلب منهم ان هم يمثلوا مشهد درامي بس بيعملوه كوميدي، ورامز بيضحك. فبيعاقبهم رامز وبيفتح الكوبري، وبيقعوا هما الاتنين في البركة، والمية بتكون ساقعة تلج، وأسقس بيكون خايف وبيطلع يقعد على العوامة. بعدها رامز لما بيطلعوا من البركة بينزل لهم القفص، ولما بيدخلوا فيه بينزلهم في أوضة النعام. وأسقس أول لما بيشوف النعامتين بيتجنن وبيترعب أكتر وأكتر، ورامز بيرمي عليهم هما الاتنين أكل علشان النعام يقرب منهم أكتر وأكتر. بعدها رامز بيفتح لهم أوضة الترنيدو، وبيشغل عليهم رامز هوا شديد جدا جدا. من قوة الهوا ده ثروت وقع في البركة، وبعد ما بيعدوا البركة ثروت بيقول لهم ده أنا لازم أعالجه نفسيا، رامز ده مجنون جدا. وبيقابلوا رامز في الآخر، وثروت أول لما بيشوفه بيجري وراه علشان يضربه، بس رامز بيكون معاه مسدس البنت بوق وبيضرب عليها. وأسقس بيقول لثروت سيبه عشان هو عمال يضرب علينا بالمسدس. وبس رامز بينهي الحلقة على كده. ودي كانت كل حاجة حصلت بالتفصيل كلها في الحلقة التالتة من رامز جاب من الآخر مع محمد ثروت وأسقس. واكتر حاجة محدش خد باله منها في الحلقة دي لما رامز قال لأسقس ما تتأكدش ان انت جاي برنامج حواري، وما تتأكدش ان هم قالوا لك في التليفون ان هيبقى برنامج عادي، وأسقس ما اخدش باله من ده كله. انا عاوزك تقول لنا في الكومنتات تقييم مقلب رامز السنة دي، تديله كام من 10؟ وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، شير الفيديو لاصحابك، صلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. وبس انا كده خلصت الحلقة، وبس سلام. رامز على MBC مصر، رمضان يجمعنا.